مين مسؤول هون؟ مين مدير؟ بدي اعرف هلا مين عامل هالسمونات. اهلين اهلا وسهلا، خير في شيء؟ لا انه انت هي مو انا. هو. والله هي يا اختي، والله هي. لك لانه مو طبيعي قديش طيبين، لك ما عاد اخذنا غير منه للمدارس. رائعين رائعين عن جد. ونحن بأهم وأكبر مخابز الشام، مخبز الشهبندر. وراح تلاقوا عنده كل انواع السمون، من السمون المدرسي والعادي والمطاعم والسبع حبوب. بالاضافه للجاتو الساده والتوست والكعك بكل انواعه. ويا عيني على الجاتو، شغل أيام زمان موجود ومعمول عنده على أصوله. بهذا القسم رح تلاقوا كل انواع البتي فور، من بتي فور حلو ومالح ونواشف. واللي بيميز مخبز الشهبندر إنه عنده البيتي فور الحلو والمالح وكل أنواع النواشف بتتقدم تازة أول بأول. ويا عيني على المعمول عندهم محشي راحة، والغريبة والبرازة عندهم بالحجم الكبير على أيام زمان، وقرص العجوة حجمه كبير وبيشبع كتير. وراح تلاقوا عندهم قوالب وقطع الكيك بكل انواعها. والكلير بكل انواعه والدونات والليالي. والكلير عندهم بحجم كبير وصغير. وهلا عم ناكل كيكة تراليتشا أنا ونايا ورغد غير شكل. وعمورة من عند مخبز الشهبندر، عم بيقدمها بطريقة التركية الصحيحة. شو رأيك فيها؟ هي الكيكه من عند مخبز الشهبندر راح عليه كثير. مغرقه بالحليب. هالشيء عن جد، يعني الطبقه اللي فوق بتشهيكم تاكلوها فورا. هي كيكه مغرقه بالحليب وعلى وشها كريم كراميل. شي بشهي عن جد، كل شيء عند الشهبندر طيب. والليالي بثلاث انواع. ما فيك تمرق من مخبز الشهبندر الا وتطلب من عنده كرواسان، وعنده كمان قطع برك بكل انواع. وانا من الاشخاص اللي بتحب تاكل تشيز كيك من عند مخبز الشهبندر. وانا بحب التارت واخترت تارت الفواكه. لمحبين الجريب ما في اطيب من البنانا جريب عند مخبز الشهبندر، ومتوفره حليب وشوكولا. ولا تفكروني اخذ كل هدول مشان اكلهم، بس انا من عشاق الدونات عند مخبز الشهبندر. وهيك انتهت زيارتنا من مخبز الشهبندر. انتظرونا بزيارات جديدة وبتجارب جديدة كمان.